بدل رقص ولبس جريء جدا وألفاظ صعبة بجد. 3 فنانات اتعرضوا لهجوم كبير جدا بسبب مسلسلاتهم في شهر رمضان. مش هتصدقوا اللي عملوه ولا حتى تعليقهم على الهجوم اللي تعرضوا ليه، خصوصا رد فعل الفنانة الأخيرة فيهم. أول فنانة هي رانيا يوسف، واللي صدمت متابعيها لما نشرت برومو مسلسلها اللي هيتعرض كمان كام يوم، وهو جريمة منتصف الليل، وده عشان ظهرت ببدلة رقص فيه. تاني فنانة بقى هي مي عمر، واللي قدمت دور رقاصة في مسلسل إيش إيش، وطبعا اتعرضت لانتقادات كبيرة جدا، وناس قالت ازاي جوزها مخرج ويسمح بكده. المفاجأة بقى ان محمد سامي طلع بنفسه وقال ان مي ما رقصتش، واللي قدم مشاهد الرقص دي دوبليرة مكانها. آخر فنانة بقى هي مي القاضي، واللي صدمت الكل بسبب بدلة رقص جريئة جدا كانت بترقص بيها بطريقة مثيرة كمان في مسلسل العتاولة. والغريب إنها